تخيل معايا واحد قائد عسكري كيشوف الخريطة قدامه وكيشوف الاتحاد السوفيتي كيقول في بالو نو دابا ندخلوا نضربوهم وناخذوا موسكو ونساليو هذا الفيلم كامل. ولكن المشكل هو ان الخريطة كتبان صغيرة من فوق البيرو. روسيا ماشي غير دولة صغيرة وصافي، وهنا غتبدا واحد من اعنف واغرب فصول في الحرب العالمية الثانية. 22 يونيو في 1941 ألمانيا النازية بقيادة أودلوف هتلر أطلقت عملية ضخمة سميتها عملية بارباروسا، والهدف كان واضح، هو الغزو الاتحاد السوفيتي وتحطيم جيش أحمر بالكامل. هتلر كان باغي حرب خاطفة، يعني ماشي عام وماشي عامين، باغي يدخل ويخرج قبل ما روسيا تفهم شنو واقع. ولكن كان واحد المشكل اللي صغير، روسيا كانت كتسنى. مع بداية الهجوم الألمان تقدموا بسرعة كبيرة. الجيش الألماني كان منظم مسلح، عنده تجربة كبيرة في المعارك السابقة. من جهة أخرى الاتحاد السوفيتي كان داخل الحرب ظروف صعبة. الألمان داروا اختراقات كبيرة وحاصروا وحدات السوفيتية بالكامل وأسروا أعداد ضخمة من الجنود. وبالنسبة لهتلر كانت الأمور كتمشي مزيان، يمكن حتى كان كيشوف خريطة وكيقول مساعد. ولكن كاين فرق بين انك تربح المعركة وبين انك تغزو بلد شاسع بحال الاتحاد السوفيتي. الالمان بداو كيتقدموا الالاف الكيلومترات، ولكن كل ما تقدموا كل ما بعدوا على القواعد والامدادات ديالهم. الجنود محتاجين الماكله، الدبابات محتاجه الوقود، اسلحه محتاجه الذخيره، والخيول والشاحنات محتاجين للنقل. يعني جيت كتقدم للامام ولكن امدادات كتبعد وكتقول وصبر لنا شويه. ونبدا المشكل الحقيقي في المسافه كانت هائله، والاتحاد السوفيتي كان عنده اراضي شاسعه بشكل يصعب على الجيش الالماني السيطره عليه بسرعه. مع مرور الوقت الالمان قربوا من موسكو، وهنا كان هتلر باغي يوصل للهدف ديالو واللي هو موسكو. ولكن الجيش السوفيتي ما استسلمش، المقاومه زادت والالمان بداو كيواجهوا ظروف اصعب. ومن بعد دخل واحد العدو اللي كيحتاج دبابات لطائرات الشتاء الروسي. الحراره هبطت بشكل كبير، المعدات الالمانيه ما كانش دائما مجهزه بشكل كافي لهاد الظروف. الجنود كيعانيو من البرد والاسلحه ومركبات كتواجه مشاكل. الحرب كان المفروض تكون قصيره ولا طويله، وهنا الخطه ديال هتلر اللي كتقول ازدان هاد السي. ولكن القصه ما سالاتش هنا. في 1942 المانيا حاولت تحقق تقدم جديد في الجنوب، ومن أهم الأهداف اللي كانت ستالينغراد. وأنا وقعت واحد من أعرف المعارك الحرب العالمية الثانية. القتال كان داخل المدينة، شارع بشارع، بناية ببناية، أحيانا غرفة بغرفة. ما بقاش الأمر مجرد جيشين كيتقاتلوا في مدينة مفتوحة، مدينة برازة ولا ساحة حرب. والجيش الألماني بدا كيتحاصر. فبراير 1943 القوات الألمانية المحاصرة استسلمت. هنا العالم بدا كيشوف أن ألمانيا ماشي غتقدر تخسر المعركة، بل تقدر تخسر الحرب كاملة. من بعد ستالينغراد الاتحاد السوفيتي بدا كيدفع القوات الألمانية للوراء. كل شهر، كل معركة، كل كيلومتر الألمان كرجعوا والسوفيت كيتقدموا. هتلر كان باغي يحتل الاتحاد السوفيتي، ولكن في الأخير الجيش السوفيتي هو اللي بدا كيتجه نحو ألمانيا، وتبدلت الأدوار بشكل كامل. في حلول سنة 1945 الجيش الأحمر وصل إلى الأراضي الألمانية والحرب كانت كتقرب للنهاية. وفي أبريل 1945 القوات السوفيتية حاصرت برلين. هتلر كان مختبئ دخل المخبأ ديالو تحت الأرض. نحن نبدا في 1941 بغزو الاتحاد السوفيتي والسيطرة عليه. كان كيساعد داخل برلين نفسها. وفي 30 أبريل 1945 هتلر انتحر. ومن بعد أيام ألمانيا استسلمت. وهكذا واحد من القرارات اللي كان كيشوف فيها هتلر طريق السريع للفوز تحول إلى حرب استنزاف ضخمة. المشكل ما كانش غير في قوة الجيش السوفيتي، كان كذلك في المسافة الهائلة والإمدادات والشتاء والمقاومة والأخطاء العسكرية. هتلر دخل الاتحاد السوفيتي هو باغي يسير الحرب بسرعة، ولكن روسيا كانت عندها قاعدة غير مكتوبة: إذا بغيتي تدخل، ولكن الخروج راه عنده قصة أخرى. وأنا كيبقى واحد من أهم الدروس في التاريخ: ماشي كل حرب كتربحها بالقوة ديالك، أحيانا تخسرها حيت ما قدرتيش تحسب حاجة من الخصم وحاجة من الأرض وحاجة من الوقت اللي غتحتاجو باش تربح. وغالبا أكبر كارثة عسكرية لألمانيا بدات بمعركة واحدة، بدات بقرار واحد.